تعجيل اللقاء التاني في بلد بعيدة عشان يحذروا من خيانة أو سرقة. الرسالة دي كانت بتاخد وقت قد إيه؟ وهل كانت بتوصل أصلا ولا مبتوصلش، ولا بتقع في إيدين العدو وتتفتح وتتقري وكل الأسرار تتفتح؟ السؤال ده إجابته هقولك عليها بس في آخر الفيديو عشان هي غريبة شوية. بس اللي يهمني دلوقتي هو أسرارك انت. موبايلك هو خزنة أسرارك، صورك، شاتك، حساباتك البنكية. تخيل لو الموبايل ده وقع في ايد حد غلط، او حتى حرامي، او حتى واحد من اصحابك الفضوليين، او حد في البيت حاول يفتحه من وراك عشان يقلب فيه. هتعرف منين النهاردة؟ مش بس هقولك ازاي تقفش اللي بيحاول يفتح موبايلك، ده انا جايبلك الحارس الشخصي اللي يصور الحرامي المتطفل ويبعتلك صورته على الايميل لحد عندك. النهارده تطبيق كروك كاتشر. بس استنوا، انا مش طالع اقول لكم التطبيق ده حلو وجميل وحمصي وخلاص، لا، انا طالع اقول لك تجربتي الحقيقيه معاه، وليه ناس كتيره نزلته وقالت عليه مش شغال، وايه الغلطه اللي انا شخصيا وقعت فيها وخلتني كنت همسح التطبيق. هنعرف مميزاته وعيوبه الحقيقيه وازاي تضبطه صح عشان يشتغل زي الساعه. وهقول لكم كمان رأي ناس في البلاي ستور والبدائل بتاعته. بص يا شباب، فكرة تطبيق كروك كاتشر باختصار انه بيستغل الكاميرا الأمامية لموبايلك عشان يصور أي حد يدخل الباسورد أو النمط غلط. ومش بس كده، ده بياخد الصور دي معاه ويبعتها لك على موبايلك، ويبعت لك اللوكيشن والموقع على الايميل بتاعك. يعني لا قدر الله لو الموبايل بتاعك اتسرق والحرامي يحاول يفتحه، صورته ومكانه هيكونوا عندك على الايميل في ثواني حتى لو الموبايل مش معاك. التجربه العمليه بقى، انا اول ما نزلت التطبيق قلت يا واد جربه، قفلت الموبايل وتعمدت اكتب الباسورد غلط، وفعلا التطبيق صورني وبعت لي على الايميل اللوكيشن والصوره. بس هنا قابلتني اول مشكله، وهي ان التطبيق كان حساس جدا. انا ظبطته انه يصور من اول محاوله غلط، وده كان قرار غبي جدا مني بصراحه، لانه كل ما اجي افتح الموبايل او مستعجل وغلطت في الرقم الاقيه صورني وبعت لي ايميل. في يوم واحد جالي يمكن 50 ايميل بصورتي وانا شكلي نايم او واكل، فاكتشفت ان اول نصيحة لازم اقولها لك، اياك تظبط التطبيق على محاولة واحدة، خليها على اقل محاولتين او ثلاثة عشان تدي لنفسك فرصة لو غلطت. لكن الحرامي اكيد هيغلط اكتر من مرة. نيجي بقى للنقطة اللي بتخلي ناس كتيرة تكتب في تعليقات ان التطبيق فاشل، هي اذونات التطبيق. البرميشن. التطبيق ده عشان يشتغل صح محتاج صلاحيات معينة زي الكاميرا والموقع، واهم من ده كله حاجة اسمها الظهور فوق التطبيقات الاخرى، وحاجة تانية خطيرة اسمها الغاء تحسين البطارية. بصوا يا جماعة، انظمة الاندرويد الجديدة بتحاول توفر بطارية، فاي تطبيق شغال في الخلفية النظام بيقتله ويقفله، فحضرتك تنزل التطبيق وتنسى تعمل الخطوة دي، يجي الحرام يسرق الموبايل، التطبيق ما بيشتغلش لان النظام قفله. فلازم تدخل اعدادات التطبيق وتختار انه يشتغل بدون قيود للبطارية. دي اهم نقطة في الفيديو كله. مميزات التطبيق الحقيقة، من واقع تجربتي للتطبيق دوت، هقول لك في التعليقات قريت كتير جدا ان هو في مشاكل. يعني مثلا تطبيق الحقيقة من واقع تجربتي اول انه صامت، يعني لما بيصور الحرامي ما بيطلعش صوت للكاميرا ولا فلاش، فالحرامي ما بيعرفش انه اتصور. وتاني ميزة في التطبيق دوت وعبقرية، لان الموبايل لو اتسرق خالص انا مش محتاج الموبايل عشان اشوف الصورة، انا هفتح الايميل من اي لابتوب واشوف مين اللي ماسكه وقاعد فين. لكن طبعا الحلو ميكملش العيوب اللي لاحظتها. النسخة المجانية فيها اعلانات مش مزعجة قوي بس موجودة. العيب التاني انه جودة الصورة بتعتمد على اضاءة المكان، يعني لو الحرامي في مكان ضلمة كحل الصورة مش هتكون واضحة قوي. كمان لازم الموبايل يكون متوصل بانترنت عشان يبعتلك الايميل. لو الحرامي قفل النت فورا التطبيق هيحفظ الصورة على الجهاز بس مش هيبعتها ليك غير لما النت يرجع. لما دخلت قلبت في تعليقات المستخدمين على بلاي ستور لقيت تقييمات التطبيق عالية جدا، واكتر تعليق ضحكني واخد لايكات كتير قوي كان واحد كاتب انا نزلت تطبيق عشان اقفش مين بيلعب في موبايلي، واكتشفت ان امي ودلوقتي معايا صور ليها وهي بتبص في الشاشة باستغراب. طبعا ده استخدام طريف وتعليق جميل، بس تعليقات ناس تانية موبايلاتهم رجعت لهم بسبب الصور دي. طيب لو كروك تشارك كاتشر مش عاجبك، في بديل قوي جدا زي لوك ووتش بيعمل نفس الوظيفة بسيط جدا، بس تطبيق تاني اسمه سيرد اي، بس ده بيركز اكتر انه يحفظ الصورة جوه الموبايل مش بيبعتها لك على الايميل. فانا بفضل كروك كاتشر او لوك ووتش عشان ميزة الايميل دي امان اكتر في حالات السرقة الفعلية. نرجع بقى لسؤال بتاعنا،
أول الفيديو زمان عشان يبعتوا رسالة سرية كانوا بيستخدموا الحمام الزاجل أو الرسل بيجروا على رجليهم لأيام وأسابيع، والمصيبة إن الرسايل دي كانت كتير بتقع في إيد الأعداء والحمام يتصاد ويتم صيده يعني، وكان سرك بيبقى في الشارع. تخيل بقى اننا دلوقتي معانا تكنولوجيا بتحميك وتبعت لك رسالة بالصورة وموقع في اقل من ثانية وانت قاعد في مكانك. يا ريت نقدر النعمة دي ونحمي اجهزتنا صح. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو عندك تطبيق حماية تاني بتثق فيه اكتب لنا اسمه في التعليقات عشان كلنا نستفيد واشرحه لك. سلام.